كان في سؤال ملح قوي وجالي حوالي 20-30 مرة. كثيرون يسألون عن الشيعة، من هم؟ ما أصلهم؟ ما هي معتقداتهم؟ هل ما يطبق علينا في الإسلام أو ما ينطبق علينا في الإسلام يأخذون به؟ أعني هل يؤمنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون بها؟ هل يدينون بما ندين به من الفقه؟ هل يدينون به من دين في الاعتقاد؟ أريد أن أعرف كل هذه التفاصيل لأنني خائف على مستقبلي وخائف على مستقبل أولادي من الشيعة. طيب، الحقيقة سؤال أنا ما رضيتش أجاوب عنه في الهواء لأنه يحتاج لشوية وقت، فاسمحوا لي أن هذا السؤال بالتحديد يأخذ جزء من الوقت، ثم الأسئلة الأخرى ستكون يعني إجابات سريعة ليست مخلة إن شاء الله رب العالمين. أقول أولا، كان الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعون من حيث الاعتقاد، من حيث التعبد، من حيث السلوكيات والأخلاقيات، مجتمعون على إمامهم الحق رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى من خرج منهم على هذا الإمام الحق رسول الله عليه الصلاة والسلام استنكر خروجه جميع الأصحاب. تقول له في حد خرج على سيدنا النبي يا مولانا؟ أقول لك أيوة، هناك رجل اسمه ذو الخويصرة التميمي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك في غزوة حنين وبيسموها ثقيف، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، والله سبحانه وتعالى ألهمه أن يقسم بشكل فيه تمييز لبعض الناس من المؤلفة قلوبهم على بعض أهل الإيمان الصادق، وأوكل أهل الإيمان إلى إيمانه. فوقف رجل اللي هو ذو الخويصرة التميمي هذا وقال بصوت عال في وسط الناس: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ لما أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أعدل، فمن يعدل إذن؟ إذا ما كانش النبي يا أخواننا اللي هيعدل، من إذن يعدل؟ من في البشرية كلها، في الخلق كلهم؟ فأراد سيدنا عمر أن يقتل هذا الرجل، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا، سيخرج من ضئد هذا الرجل أي من صلبه وذريته قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يعني إيه؟ يعني يخرجوا من الدين لم يستفيدوا منه شيء، لم يستفيدوا منه شيئا. كما تيجي تذبح خروف كده بسكينة ولا خلاف وتطلع السكينة ما عليهاش لحم، السكينة ما استفادتش من اللحم بتاع الخروف اللي ذبحته، فهم كذلك يخرجون من الدين لم يستفيدوا منه شيء. مرت الأيام يا سادة، وتوفي النبي الكريم والحق بالرفيق الأعلى، وجاء من بعده أبو بكر واجتمعت عليه الأمة، جاء من بعده عمر واجتمعت عليه الأمة، جاء من بعده مع عثمان واجتمعت أيضا عليه الأمة، إلا ما حصل في نهاية الأمر بمن تولوا الفتنة من أنصار عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا فأعلن إسلامه نفاقا ورياء ليحدث فتنة في الأمة، وقد نجح للأسف في هذه الفتنة. انتهت بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي رفض أن يشتبك أهل الإيمان من أهل المدينة المنورة من الصحابة والتابعين، رفض أن يشتبك هؤلاء الصادقون مع هؤلاء المنافقين، وقال: لا تراق قطرة دم بسببي، خلوهم يقتلوني، إيه المشكلة؟ سأموت بأجلي، يذهب شهيدا إلى ربه. تخيلوا سيدنا عثمان يعني يفضل أن يموت شهيدا بيد هؤلاء أصحاب الفتنة أفضل من أن يعيش ويموت بعض أهل الإيمان في محاربتهم لهؤلاء المنافقين والأدعياء. وفعلا قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل، ويقال بأنه كان بيقرأ في قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بعدما يعني صلى وأدم عليه لربه سبحانه وتعالى. وانتم عارفين عثمان مبشر بالجنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وله من المآثر ما لا يتسع المقام لذكرها، يحتاج إلى كتب ومجلدات عشان نكتب مآثر عثمان. تولى الأمر من بعده سيدنا علي كرم الله وجهه واجتمع عليه الناس، لولا أن سيدنا معاوية وكان على الشام ساعتها طلب من سيدنا علي بن أبي طالب أن يبدأ قبل كل شيء، وقبل حتى ما ياخد البيعة لنفسه، وقبل ما معاوية وأهل الشام يبيعوه، أنه يبدأ بملاحقة قتلة عثمان. سيدنا علي بن أبي طالب عايز يقضي الفتنة في مقتله، مش عايز يعمل مشكلة، وعايز يسوس الدولة بالدين
بعيدا عن الدماء وخلافه، فطلب من معاوية أن يتمهل قليلا في هذا الطلب. لكن للأسف حصلت أيضا فتنة بينهم وبدأ صراع للأسف أخذ شكل سياسي، لكن في النهاية هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نملك إلا أن نمسك ألسنتنا عما حدث وما حدث وما وقع بينهم من شجار ومن خصومة ومن اقتتال، حتى كما قال عمر بن عبد العزيز: فتنة وقى الله سبحانه وتعالى منها سيوفنا فلنقي منها ألسنتنا. وهذا هو الحق الذي نميل إليه ونقف عنده، فكلهم أصحاب لرسول الله كرام، بشر يجوز منهم الخطأ لكن مجتهدون، من اجتهد منهم فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر إلى آخره. وجد سيدنا علي فرصة ليحقن الدماء بين المسلمين ويوقف هذه الخصومة وهذا الشجار وهذا الاقتتال بين المسلمين بقيادته وبين المسلمين بقيادة سيدنا معاوية. وافق على أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن فريقا من أصحاب هذا الرجل الذي بشر أو قال تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام من أنصار ذي الخويصرة، هذا اللي ألفوا الخروج على الحكام وعلى الأئمة وعلى الولاة العظام، قالوا لا، ما دام أنت قبلت التحكيم أنت كافر. خرجوا على سيدنا علي بالكفر والتبديع والتفسيق وبدأوا يقاتلوه هم. تخيل هذا، فسموا الخوارج عندئذ. وده تعتبر عشان بس يكونوا في الصورة، تعتبر من أهم الفرق اللي بعد كده تفرعت منها الفرق الإسلامية الأخرى. في مقابل الخوارج اللي خرجوا كفروا سيدنا علي ويقاتلوه، خرجت فرقة أخرى أطلقت على نفسها الشيعة أو المتشيعة، يعني المتشيعون لسيدنا علي يناصرون سيدنا علي، في مقابل الخوارج اللي خرجوا عليه دول أظهروا المودة له والمناصرة له، فأصبح هؤلاء خوارج وهؤلاء شيعة. والموضوع كان لحد دلوقتي بنتكلم على صراع سياسي وخلاف سياسي، خروج على إمام مناصرة لإمام، خروج على إمام والحكم عليه بالكفر للأسف، ومناصرة للإمام وإنه هؤلاء أشياعه وهؤلاء أحبابه وأنصاره ويعطون له الولاية إلى آخره. طيب، هل بقيت الشيعة عند هذا الحد عندما خرجت هذه الفرقة في زمان سيدنا علي بن أبي طالب؟ يبقى ده الوقت اهو، عشان السائل بيقول إمتى خرجوا، هم ده وقتهم. لأن مرة حد دخل المسجد بشكل فيه يعني خروج عن اللياقة والأدب كده، وكان قاصدا أمام مجموعة من الشيعة وفيهم يعني أحد علمائهم الكبار. فأحد العلماء الكبار بيعتب عليه، بيقول له: يا رجل، كيف تفعل هذا في المسجد؟ فقال له: الشيعة على عهد رسول الله كانوا يفعلون هذا. قال له: خبت وخسئت، ده أصلا ما كانش فيه شيعة على عهد النبي. قال له: طب لما أنتم ما فيش شيعة على عهد النبي عملتوها ليه؟ هو كان قاصد هذا، لما كان ما فيش شيعة على عهد النبي، طب انتوا عملتوا الشيعة بعد كده ليه؟ ما تخلونا على على ما كان عليه عهد النبي، لا شيعة ولا غيره، خلينا كده ماشيين على سنته وعهده وخلاص عليه الصلاة والسلام. فرقتوا الأمة ليه؟ مزقتوا الأمة ليه؟ على كل حال، كان التشيع عندئذ مجرد مظهر سياسي إن صح التعبير، يناصرون عليا في مقابل من خرجوا عليه. لكن مع الوقت لا، السياسة لوحدها ما تجيبش أنصار. هذا احنا كلنا شايفين حتى النهاردة في دول الربيع العربي، السياسة وحدها لا تأتي بأنصار. هات لي برامج من هنا للصبح ما تجيبش أنصار كثر. لكن لما بتتكلم بالدين وتصبغ الأفكار السياسية وغيرها بالدين، لا، بالتأكيد الوضع يبقى مختلف. وده احنا كلنا شايفين عندما تصبغ الأفكار السياسية وغيرها بالدين، ما بتكلمش على صح ولا غلط، أنا بتكلم على توصيف حال وتوصيف واقع. عندما تصبغ هذه الأفكار السياسية بالدين والحلال والحرام والجائز والممنوع والجنة والنار والكفر وعدمه والتفسيق والتبديع، طبيعي ستجد أنصارا من نوع آخر. وهكذا تحول التشيع من مجرد مناصرة سياسية لسيدنا علي ابن أبي طالب في مقابل هؤلاء الذين خرجوا عليه سياسيا وهم الخوارج،
تحول هذا الفكر إلى فكر ديني. في المقابل أيضا الخوارج ما سكتوش. ما هو هتفكر أنت مش أشطر مني، أنت مش أذكى مني، أنت هتعمل التشيع دين وحلال وحرام ومذهب، خلاص احنا كمان كخوارج بقى عشان برضو أنصارنا يبقوا موجودين ويسمعوا الكلام وبلا آخره، برضو هنخليها مصبوغة بصبغة الدين. ومن هنا أضحت الشيعة فرقة دينية وأضحت الخوارج فرقة دينية. هل بقيت الشيعة فرقة واحدة وهل بقي الخوارج فرقة واحدة؟ الإجابة لأ. بيحصل انشطار زي الانشطار النووي كده، بيحصل انشطار، ده بفكر بشري صحيح. المرجعية دينية والمفروض الدين معصوم، إنما الأفكار بتاعتنا لفهم الدين لا مش معصومة. فكرنا إحنا وثقافتنا عن الدين ورؤيتنا للدين ما هيش معصومة، وبالتالي حصل انشطار كما تحصل انشطارات في التجمعات البشرية الحزبية أو الطائفية السياسية أو غيرها. حصل انشطار، ده بتبقى جمعية من الجمعيات طالعة عشان تعمل عمل خير وينقسموا على نفسهم يعملوا جمعية تانية وثالثة ورابعة. لجنة زكاة في جامع بتعمل لجنة تانية وثالثة ورابعة، فبالك بالسياسة. فطبيعي، ودي احنا شايفين الأحزاب كيف تنشطر وكيف تتحزب أحزاب أخرى غير الموجودة إلى آخره. فحصل إن الشيعة، وده موضوع كلامنا، انشطروا. أنا وأنا بعمل رسالة الدكتوراه بتاعتي في عام 2000 يعني بداية القرن اللي احنا فيه، كان مطلوب مني أعمل مقدمة عن التشيع بالتحديد، لأنه وكمان الخوارج برضه، لأنه الرسالة بتاعتي كانت في هذا الإطار عن اليزيدية وعبادة الشيطان، فلازم تتطرق لهذا الموضوع بشكل أو بآخر. كان ساعتها موجود 21 فرقة للشيعة، وأنا أجزم بنتكلم عن 13 سنة. أنا متأكد 13 سنة دول كفيلين بأن تخلي ال 21 فرقة دول على الأقل هذا 25. فأنا بتكلم على فرق عديدة مش فرقة واحدة. الشيعة ليسوا فرقة واحدة، الشيعة ليسوا فرقة واحدة. ولما بقول ده بقوله عشان نعرف كويس قوي، إذن هم ليسوا ثقافة واحدة وليسوا اعتقادات واحدة. معقول يا مولانا؟ أيوة هذا ما أقوله. الشيعة يعني حضرتك لما تقعد النهاردة في ضيافة حد وتقول له عايز أشرب حاجة سخنة، يقول لك حاجة سخنة إيه؟ عندنا الشاي وعندنا القهوة وعندنا النسكافيه وعندنا اليانسون وعندنا النعناع، ويعد لك. ففيه حاجة سخنة كتير. الشيعة فرق وكل فرقة لها ثقافتها، ويقتربون من أهل السنة لدرجة أنك لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين أهل السنة، ويبتعدون، يعني في فرق منهم قريبة جدا من أهل السنة حتى لا نجد فروقا بينهما. امال إيه المشكلة؟ أنت ليه شيعي وأنا سني؟ وفي المقابل وعلى النقيض يبتعدون عن أهل السنة حتى تستطيع القول بأن هؤلاء غير مسلمين أصلا. إسلام إيه اللي بيتكلموا عنه ده؟ ما ينفعش ده يبقى إسلام. وده اللي يخلي البعض يطلع يقول الله، بيقول لا إله إلا الله، يبقوا مسلمين. والبعض الآخر اللي عارف التفاصيل دي وعارف التطرف اللي عند البعض يقول لك لا 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 لا، ده لهم دين غير ديننا. وضحت؟ عشان بس نبقى يعني فاهمين فلسفة اختلاف العلماء في تقييم الأشياء. حد يجي يقول لك والله الشيعة دول ناس كويسين، ناس مسلمين، ما فيش فرق بيننا وبينهم كتير. هو درس أو رأى أو عايش فرقة منهم قريبة من أهل السنة في المقابل. وحتى يقول لك لا لا لا، ده الشيعة دول أليسوا هم الذين قالوا بأن الوحي سيدنا جبريل أخذ أمرا إلهيا بأن ينزل على سيدنا علي. طب وإيه اللي حصل؟ أخطأ جبريل، ما خدش باله ونزل على سيدنا محمد بالغلط. طيب يعني يا أخوانا ما فيه رب سبحانه وتعالى اللي أرسله، رب اللي كلف سيدنا جبريل، سكت إزاي الرب ده سبحانه وتعالى؟ يعني إزاي يعني يسكت؟ كيف يسكت الرب على هذا؟ قالوا لا 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 خلاص، هو أقر بالأمر الواقع. إيه ده بنتكلم في إيه؟ إحنا فين هنا؟ بنتكلم مع شوية بشر هبل. كيف يقال هذا عن الله وعن أمين الوحي جبريل وعن أنبياء الله؟ هي النبوة دي جاية كده غلط ونزل على سيدنا محمد وعلى سيدنا علي؟ إيه الموضوع؟ ده قبل أن يخلق الله الدنيا بأسرها معلوم أن محمدا هذا هو نبي آخر الزمان وهينزل عليه القرآن. تكلموا في إيه؟ ولذلك
لما بعض الدعاة تسمعوا يقول لك ده الشيعة دول أكفر من الكفرة، تقول له بس أنت بقى نظرت لهم من الناحية دي، بصيت كده لبعيد من الناحية الشمال على إن هم اللي بيقولوا أن القرآن نزل على سيدنا محمد بالخطأ وهو ربنا سابهم وخلاص، ولا غيرهم اللي يقول لك أحسن كان فيه مصحف اسمه مصحف فاطمة، المصحف اللي في إيديكم ده يا مسلمين ده مش المصحف الصحيح. يا خبر يا أخي، ده اليهود والنصارى أحسن منك بقى لما تبقى بالشكل ده. فهكذا يقيموا المشايخ. إحنا بقى كأهل بالذات علماء الأزهر الفاهمين للقصة دي والدارسين للمذاهب وللأديان وللفرق، كيف ننظر إلى الشيعة ونتعامل معهم إزاي؟ هقول لك باختصار شديد. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى، ده ألف باء، لازم نسجد لله شاكرين. يعني نسجد أنا أسجد لله شاكر على هذه المنضدة إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أهل السنة، وانتوا تسجدوا لله شاكرين على أن الله سبحانه وتعالى ميزكم وهيأ لكم الخير وجعلكم من أهل السنة. ده ما يجب أن نبدأ به حديثنا في هذا الموضوع، نسجد لله شاكرين بأن ربنا جعلنا من أهل السنة، بأهل الفهم الواضح البسيط البعيد عن هذا التطرف وهذا الشذوذ. نمرة 2، علينا أن ندرك بأنه التشيع ده وصف عام، تفصيلاته كتيرة قوي. طب أنا راجل مانيش عالم، مانيش أهل فقه، مانيش أهل ثقافة دينية، هعرف التفصيلات دي إزاي؟ خلينا نقول بشكل عام أن الشيعة في العموم مسلمين، ما أقدرش أخرجهم كلهم من الإسلام، ومن قال منهم كفرا نقول يقول كفرا ولا نقول هو كافر. يا سلام، ايه المنطق ده؟ مش منطقي على فكرة، ده احنا ناقلين الكلام ده من أئمتنا الكبار في كتبهم القديمة من السلف، وقد كتبوا في الفرق قالوا لا، هؤلاء في النهاية داخلين تحت مسمى الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية اللي افترقت على 73 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. إلا حديث فيه اضطراب، ما فيش مشكلة على فرض الصحة والقبول، في النهاية هذه الفرق داخلة في الإسلام في العموم. طب من قال منهم كفر يا مولانا؟ يعني لحد النهاردة هناك من يزعم أن السيدة عائشة فاجرة والعياذ بالله. هناك حتى اليوم من يزعم ويعتقد بأن السيدة عائشة فاجرة وزاني والعياذ بالله. من القرآن مش حتى رؤية لسيدنا النبي حد يطعن في سنده، ده القرآن. بنقرأ في الصلاة آيات سورة النور برأت السيدة عائشة، ومع ذلك يطلع واحد منهم ولا مجموعة منهم تقول لك ستين عائشة دي فجر، أعوذ بالله. هقول على دول مسلمين إزاي؟ يقولون كفرا، نقول مخالفتهم لصريح القرآن كفر، نقول اعتقادهم الذي يخالف القرآن كفر، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم، ده من حيث عقيدتنا فيهم. طيب، أما من حيث تعاملنا معهم يا سيادنا، يجب أن نفرق بين دين المرء وبين معاملته. نحن أمرنا أن نتعامل مع أهل الكتاب ونحن عندنا عقيدة ثابتة راسخة بأنهم غير مؤمنين. ليه؟ من قال منهم بألوهية أو بنوة العزير لله أو بنوة المسيح عيسى بن مريم لله أو الآخر، أنتم عارفين الكلام ده كتير. ومع ذلك أمرنا أن نتعايش معهم بالبر والإقساط. فإذا كان هذا مع اليهودي والمسيحي أو النصراني، فلا شك أن هذا أيضا يحصل مع أهل التشيع الذين تجمعهم مظلة الإسلام في العموم، وإن كانوا خارجين زي ما احنا شايفين ببعد شاسع، وبعضهم يقول كفرا، لكن علي أن أعاملهم بالمعروف. فإذا كان في جاري شيعي هعامله بحق الجار، ما لم يؤذيني وما لم يعتدي علي وما لم يقاتلني، فإن سالمنا سالمنا. طيب، أما انتوا ليه قلقانين يا مولانا بقى ما دام الموضوع كده من انهم يبقى لهم مساجد في مصر؟ وانا شخصيا ضد هذا، ضد كل مساجد في مصر ولا حوزه ولا خلافه. انتوا عارفين ليه حضراتكم؟ وقلقانين ليه من التقارب
الشديد بيننا وبينهم، ان الدولتين يتقاربوا، ان الحكومتين يتقاربوا. في قلق طبعا. احنا ما عندناش مشكله ان يكون في تقارب بين الدولتين والحكومتين فما يحقق مصالح الشعبين، اهلا وسهلا. ما احنا بنعمل الكلام ده مع غيرهم، اشمعنى هم؟ وبنعمله مع كفره يعني ما عندهمش دين. ايه المشكله؟ نعمله، ما يجراش حاجه. بس في حاجه مهمه جدا مع الوضع في الاعتبار، ان المسلم لما يتعامل مع رجل يهودي يعرف انه يهودي، مع مسيحي يعرف انه مسيحي، بس لما يتعامل مع شيعي لا، ممكن حتى ما يعرفش انه شيعي، لان الشيعة عندهم حاجه اسمها مبدأ التقيه، فممكن اصلا ما يعني يقولش انه شيعي، ممكن ما يقولش انه بيكره ابو بكر ولا بيسبه ولا بيفكر انه هو ابو جهل الثاني ولا عمر مثلا. يعني ممكن ما يقولكش ان هو بينكر قرآنية القرآن اللي بين ايديك، او ان هو بيسب السيد، ممكن ما يقولش تقية، وبالتالي يخال عليك الامر. ممكن يبدأ في الحديث معك عن امر انت تحبه كما احبه انا ايضا. آل البيت، حد فينا بيكره آل البيت؟ الاجابة لا. اشد السلفية تسلفا لا يمكن ان يكرهوا آل البيت. ما حدش بيكره آل البيت، لا تقول لي وهابيه وتقول لي غيره، ما حدش بيكره آل البيت، لا يمكن. كل أهل الإيمان يتعبدون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بحب النبي وآل بيته. طبعا طبعا. اوعوا تفكروا ولا تسمعوا الكلام الناس اللي يقول لك لا اصل الوهابيه ما بيحبوش آل البيت، ما بيحبوش آل البيت. كلام فارغ غير صحيح. حبهم دين. احنا بنكره ان احنا نروح ببدعة وفسوق وفجور نسألهم من دون الله إلى آخره، ده الله نكرهه. إنما أن نكره آل البيت خبر خاسئ. من يكره آل البيت؟ لا يمكن أن نكره آل البيت أبدا. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. هم هيخشوا لك بقى من حتة آل البيت دي ويفضل يتكلم معاك فيها لحد ما يستدرجك لأنك تكره أبا بكر وتكره عمر وإلى آخره، ويتكلم لك بقى عن الفتن زي ما الله يسامحه سين من الصحفيين اللي قاعد على قنوات فضائية مدة عديدة طويلة يتكلم باسم الدين وهو بعيد عن الدين تماما في هذا الكلام، بعيد كثقافة، يعني بعيد عن الدين تعبنا، دي بتاعت ربنا مش بتاعتي، إنما كثقافة بعيد عن الدين. ويتكلم عن ستنا عائشة وحربها على سيدنا علي وقفها في صف معاوية. أنت عايز توصل لإيه؟ عايز يوصل في النهاية بعاطفتنا اللي بنحبها آل البيت نكره عائشة. ما دام كرهنا عائشة قبلنا الفرية. شايف القصة جاية إزاي؟ قبلنا الفرية بقينا كفر أعوذ بالله، يعني كفرنا كفر العام ده بالقرآن، فبقينا متشيعة. فلا أو ألف لا. فهذا هو خوفنا، هذا هو خوفنا. أنا مش قلقان، ما فيش مسيحي ياخدني الكنيسة يقول لي تعالى اتنصر، مش قلقان من ده. وإذا حصل هذا إحنا يعني أفهم لهذه القضية بشكل واضح جدا، محدش هيضحك علينا بالكلام ده. وإذا حصل ده مع واحد ولا اثنين في الملايين البشرية ما بيحصلش مع المسلمين كلهم. لكن أنا أخشى إنه التشيع مع حب آل البيت الفطري عند المصريين، بدليل إحنا عندنا 15 مليون صوفي. يا أخي اعتبر منهم مليون فاهمين وعندهم ثقافة، في 14 مليون زي عامة الشعب ما عندهمش ثقافة واعية، فيخشى على هؤلاء وأمثالهم. وبعدها لا قدر الله ما يبقى عندي مئات الآلاف بل ربما ملايين من المتشيعة، أخشى أنه لآمن أن تحصل فتن طائفية كما هو حاصل في غير بلد عربي، نسأل الله العافية. هذا ما يعني أفاء الله علينا به في إجابتنا على هذا السؤال. أعد أننا بعد الفاصل بإذن الله تبقى الإجابات سريعة علشان نجيب على أسئلة كثيرة بإذن الله عز وجل. وبرضه مانيش ناسي أنه في تقرير عندنا كانوا اخواننا عملوه، بعض الناس باعتين اسئله هنسمعها وهنجاوب عليها ان شاء الله، لكن بعد الفاصل فتابعونا.